أهلا بيكم. هرد على شوية من الكومنتس والأسئلة اللي جاية في التعليقات في الفيديو ده، وهحاول كل فترة أعمل فيديو أرد فيه على الأسئلة اللي بتيجي سواء في الكومنتس هنا على يوتيوب أو في الدي أمز على انستجرام وعلى تويتر، لأنه يعني للأسف صعب قوي إن أنا أرد عليها واحدة واحدة، أو كل ما يجي كومنت أو سؤال there's no way إن أنا أقدر أرد عليهم كلهم. أول واحد بيقول كيف نفرق بينهما؟ هنا الكلام عن الشخص النرجسي والشخص صاحب نمط التعاطف المتجنب، لأنه الكومنت جاي على الفيديو اللي بيتكلم على المقارنة ما بين الاتنين دول في حاجة معينة. فهو بيقول كيف نفرق بينهما؟ يعني ما هي النقطة الفاصلة في الموضوع حتى نحكم على الشخص إنه متجنب أو نرجسي؟ فالنية لا نعلمها والتصرفات تتشابه. التصرفات تتشابه في النقطة اللي اتكلمنا عنها في الفيديو ده، إن هما الاتنين يعني كل واحد فيهم بيقرب ويبعد ويقرب ويبعد ويقرب ويبعد وهكذا. فهي دي الحاجة اللي هما بيتشابهوا فيها، لكن هما مش بيتشابهوا في كل التصرفات. الشخص النرجسي هيبقى بينطبق على تصرفاته أو على العلاقة معاه كل الحاجات اللي أنا اتكلمت عنها في فيديوهات قبل كده، هحطها لكم أو هحط لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن، عن العلامات اللي بتدل على إن أنت بتتعرض لأذى نرجسي، والعلامات اللي بتقول إن أنت في حياتك شخص توكسيك أو إن أنت في علاقة مؤذية. كل الحاجات دي حاجات ممكن تعرف منها إن أنت بتتعامل مع شخص نرجسي مش شخص نمط التعامل بتاعه متجنب. بس من أمثلة الحاجات دي مثلا إنه الشخص النرجسي هيبقى بيحاول إن هو يبعدك أو يبعدك عن الناس القريبين منك، صحابك القريبين، أهلك، قرايبك، أي حد أنت قريبة منه، سواء هيحاول إن هو يبعدك فعليا أو هيحاول إن هو يبعدك أو تبعدك أو يبعدك عنهم نفسيا. يعني يحاول يخليك ما تثقش فيهم، يخليك ما تبقاش بتتكلم معاهم كتير، يبعدك عنهم بشتى الطرق. وده علشان يعرف يبقى أسهل عليه إن هو يسيطر عليك، ما يبقاش في حد تاني قريب منك أنت بتحكي له كتير بتاخد رأيه، علشان تبقى لما هو بيحاول يقنعك بحاجة أو يوحي لك بحاجة تبقى دايما بتشوف الدنيا بنظرته هو، بعينيه هو، بتتأثر بيه هو بس، أو بيه هو أكتر حد. الشخص اللي عنده نمط تعلق متجنب عمره ما هيحاول يعمل كده في علاقة، لأن هو أصلا من مصلحته إن أنت أو أنت يكون عندكم حياة اجتماعية بتاعتكم، يكون عندكم أصحاب، يكون عندكم أنشطة، علشان ما تبقاش أو ما تبقيش طول الوقت قاعد مركز مع الطرف التاني ده ومستنيه وعايز منه وقت وعايز منه اهتمام وهكذا. فهو مش هيحاول إن هو ياخدك من بقية حياتك، بالعكس هو حاجة هتطمنه إن أنت يبقى عندك حياتك واهتماماتك وحاجتك اللي شغلاك. من الحاجات التانية إنه الشخص اللي عنده نمط تعلق متجنب بيكذب عادي زي أي حد ما بيكذب، يعني بنفس الرينج اللي أغلب الناس بتكذب فيه. ممكن يكذب عشان يخرج من موقف اتورط فيه، يكذب عشان يطلع من حاجة ضميره مأنبه فيها، أو عمل حاجة ما كانش المفروض يعملها whatever. لكن الشخص النرجسي أو اللي عنده اضطراب شخصية نرجسية بيكذب طول الوقت، بيكذب للكذب. وحتى لو ما فيش فايدة واضحة من الكذب، يعني مش إن هو عايز يخرج من حاجة أو اتورط في حاجة أو يعني خايف من رد فعلك تجاه حاجة، لأ هو في أي حاجة حتى لو يعني يبدو إن ما فيش فايدة معينة واضحة، هو still بيكذب، لإنه الكذب في حد ذاته بالنسبة له هو الهدف. مجرد إن هو يعني طبعًا أوقات بيكذب لأهداف تانية، أوقات بيبقى بيكذب عشان عايز يوصل لحاجة، بس حتى لو مش عايز يوصل لحاجة معينة تانية، بس مجرد إن هو عارف يكذب على اللي قدامه وto get away with it، يعني كدبت عليك والكدبة عدِّت، عرفت أضحك عليك، ده في حد ذاته بالنسبة له بيحسسه إن هو أذكى من الناس اللي هو بيتعامل معاهم، بيحسسه إن هو أوعى منهم، إن هو أنصح منهم، إن هو آمم أحسن منهم، متميز عنهم بشكلٍ ما، فهو طول الوقت بيكذب. تالت حاجة الشخص النرجسي لو أنت معاه في علاقة هيبقى طول الوقت بيحاول يعمل حاجات تقلل من ثقتك في نفسك، تقلل من إحساسك بنفسك. فهيبقى بينتقدك طول الوقت، بيحسسك إن أنت قليل، بيحسسك إن أنت مش فاهم، بيحسسك إن ناس تانية أحسن منك بشكل مباشر أو غير مباشر. بيعمل اللي بنسميها backhanded compliments، يعني إن هو يقول لك حاجة ممكن تبدو ظاهريًا إن هي مجاملة، بس هي جواها في النُص في حاجة تخلّيك
يعني تقلل منك او تهز ثقتك في نفسك. زي مثلا لو انا قلت لواحده برافو عليكي والله انت شجاعه جدا ان انت رايحه الفرح بالمنظر ده ومش همك الناس تقول ايه، فانا كده ظاهريا بقول لها برافو عليكي انت شجاعه، دي حاجه حلوه ان انت شجاعه، يا ريتني شجاعه زيك. بس في النص انا وصلت لها انه شكلك مش حلو، او شكلك فيه حاجه منتقده، او يعني شكلك الناس هتقول عليه حاجه معينه سلبيه. فدي باك هاندد كومبلمنت. الشخص النرجسي هيبقى بيعمل كده طول الوقت. أم، الشخص اللي نمط التعلق بتاعه متجنب، لو هو مش نرجسي مش هيبقى بيتعمد ان هو يعمل كده. فهم بيتشابهوا في حتة ان هم بيقربوا ويمشوا، يعني بيقربوا ويبعدوا، بيقربوا ويبعدوا بالباترن اللي اتكلمنا عنه في الفيديو، لكن مش بيتشابهوا في كل تصرفاته. يعني الشخص المتجنب ده بيرتبط ارتباط جاد ولا بيفضل يهرب؟ طيب يعني ما ينفعش نجاوب إجابة جنرال على كل الناس اللي عندهم نمط تعلق متجنب. هو مش شخص متجنب، هو شخص عنده نمط تعلق متجنب. وفي حاجة تانية اسمها اضطراب الشخصية التجنبية، ودول حاجتين مختلفين عن بعض. الشخص اللي عنده نمط تعلق أو الناس اللي عندهم نمط تعلق متجنب دول حوالي 20% of the population، يعني تقريبا 20% من الناس عندهم النمط ده. فما فيش إجابة واحدة هتبقى بتنطبق على 20% من الناس، و20% من الناس رجالة وستات، بس نسبة الرجالة فيهم أكتر. فحتى لو خدنا يعني مجموعة الرجالة دي اللي جوه ال 20% اللي عندهم نمط تعلق متجنب، استحالة إجابة واحدة هتنطبق عليهم كلهم، لأنه نمط التعلق مش هو الحاجة الوحيدة اللي بتحدد إذا كان الشخص عايز يرتبط ارتباط جاد ولا لأ. بيدخل فيها حاجات تانية كتير، بيدخل فيها جوانب تانية من شخصيته، بيدخل فيها تربيته، معتقداته، المجتمع بتاعه، الضغوط اللي عليه. فوارد جدا إن هو شخص يكون عنده نمط تعلق متجنب وعايز يتجوز وعايز يستقر لأنه المجتمع بيضغط عليه في كده، أو أهله بيضغطوا عليه في كده، أو علشان هو نفسه حاسس إن هو لأ، عايز الحياة أو دي سنة الحياة إن هو عايز يتجوز ويفتح بيت ويخلف ويبقى أب وهكذا. ممكن يكون عايز يتجوز وعايز يرتبط علشان قابل حد هو فعلا عايز يكمل معاها بقية حياته، مثلا بيحبها فعلا وعايز يعيش معاها، والطبيعي ان هو ده هيتم في اطار ارتباط وفتح بيت وبناء اسره وكل الحاجات دي. وارد ان هو يكون هو مبسوط بحياته اللي فيها علاقات طياري، يعني وارد ان هو يكون واحد عارف ان علاقاته طياري وهو مبسوط بكده، هو ده اللايف ستايل المناسب بالنسبه له. فالفاريشن كبير، يعني مفيش اجابه هتنطبق عليهم كلهم. ولكن حتى لو هو عايز لأي سبب من الأسباب إن هو يرتبط ارتباط جاد، هيعرف ولا مش هيعرف ده سؤال تاني. وهيعرف أو مش هيعرف ده سؤال إجابته برضو بتعتمد على حاجات كتير، من ضمنها الشخص اللي هو ارتبط بيه ده، هل عارف إن هو يحتوي التجنب بتاعه؟ هل دي واحدة نمط التعلق بتاعها آمن فقادرة إن هي تتعامل مع التجنب بتاعه؟ والتجنب عنده ده درجته قد ايه؟ الافويدنس عنده درجتها قد ايه؟ ممكن تبقى درجتها عالية قوي فيبقى استحالة الا لو هو عارف يشتغل عليها ويغيرها ان هو يعرف يكمل في علاقة او في ارتباط. وممكن ما تبقاش عالية للدرجة دي، وممكن زي ما قلت تبقى واحدة نمط التعلق بتاعها آمن، فتعرف إن هي تستوعب كل ده، وتعرف إن هي ما تبقاش بتدوس على الحاجات اللي بتعمل له triggering للمخاوف بتاعته فتخليه يبعد. وممكن العكس، ممكن تكون واحدة هتخليه يخاف أكتر، هتخليه يبقى avoidant أكتر، هي هتدوس على كل الزراير اللي تطلع الافويدنس بتاعته يعني بشكل ما. أم، ف يعني كان نفسي أقول لك إجابة تريحك أكتر من كده، بس دي حقيقي حاجة كيس باي كيس. أوكي، طيب إيه الحل معاهم لما يتركوا أو يهددوا بالترك؟ هنا السؤال على نمط التعلق القلق. الكومنت على نمط التعلق القلق في الخلافات، فاللي بيسأل بيقول إيه الحل معاهم لما يتركوا أو يهددوا بالترك؟ إننا نراضيهم أو نخليهم يرضوا لوحدهم. طيب في الحالة دي لو انت في علاقة مع حد نمط التعلق بتاعه قلق، وهو بسبب القلق بتاعه ده، بسبب الانزايتي بتاعته في العلاقات، احيانا لما بيخاف بيستعمل الاسلوب ده ان هو يهدد ان هو هيمشي، او ان هو فعلا يقول خلاص انا همشي، او فعلا يحاول ينهي العلاقة دي. الحل الاحسن في اللحظة في الموقف
إن لأ، أنت اللي تهدّيه، أنت تطمّنه، هو بيعمل كده يعني كل تصرفاته، كل الحاجات اللي هو بيعملها الشخص اللي عنده نمط تعلُّق قَلَق، هي جاية من القلق، جاية من الخوف بتاعه، أو من المخاوف بتاعته، والخوف الأساسي بتاعه هو الfear of abandonment، إنه أنت تسيبه أو إن أنت تبطّل تحبه أو إن العلاقة تبوظ أو حاجة زي كده. فالحل في الموقف نفسه هو إن أنت تطمّنه أو إن أنتِ تطمّنيه إن الخلاف ده ما أثّرش على مشاعرك، إنه مشاعرك ما اتغيّرتش، إنه يعني دي مش نهاية العلاقة، ولا آمم أنا بافكّر أسيبك، ولا أنا اتغيّرت من ناحيتك، كل الحاجات دي. وفي نفس الوقت الشخص اللي عنده نمط تعلُّق قَلَق هو كمان عليه دور هنا، إن هو يشتغل على الanxiety بتاعته في العلاقات دي، يشتغل على يعني القلق اللي عنده في نمط التعلُّق بتاعه، يشتغل على إن هو يبقى آمن أكتر في نمط التعلُّق بتاعه، يغيّر نمط التعلُّق القَلَق ويقرّب أكتر وأكتر لنمط التعلُّق الآمن. آمم، علشان يبطّل يعمل كده، ولغاية لمّا ده يحصل يحاول إن هو يبطّل يستخدم الأسلوب ده في الخلافات، لإنه أسلوب التهديد بإنهاء العلاقة، أو إن هو ينهي العلاقة فعلًا بإن إحنا يعني نسيب ونرجع، أو نهدِّد إن إحنا هنسيب، لإنه دي حاجة مؤذية لأي علاقة. once إن إحنا مشينا في سكة إن إحنا ننهي ونرجع أو نهدِّد إن إحنا ننهي، فإحنا كده بإيدينا بندمّر الأمان اللي موجود في العلاقة، اللي الطرف التاني كمان محتاجه، أيًا كان نمط التعلُّق بتاعه إيه. يعني لو أنا نمط التعلُّق بتاعي قَلَق، الطرف التاني سواء كان قَلَق أو آمن أو متجنِّب أو أي حاجة، بس هو في الآخر محتاج يحس بالأمان في العلاقة دي. فلمّا أبقى أنا كل شوية باهدِّد إن أنا هانهي العلاقة، خلاص أنا يعني بابتدي سكة النهاية في العلاقة دي. في تعليق على نمط التعلُّق المتجنِّب في الخلافات بيقول: "وبيقلب الترابيزة علشان يعمل إلهاء عن الخلاف." يعني حسب قصدك إيه بالضبط بيقلب الترابيزة، وحسب بيعمل ده لأنهي درجة وبيعمل ده بfrequency قد إيه. لو طول الوقت الترابيزة بتتقلب عليّا، لو طول الوقت كل ما يبقى في خلاف، حتى لو أنا يعني الخلاف بادي أو الكلام بادي بإن أنا حاسة إن الطرف التاني هو اللي غلطان وأنا اللي زعلانة، وكل مرّة بقدرة قادر الموقف بيتقلب عليّا، وكل مرّة بقدرة قادر باطلع somehow أنا اللي غلطانة، الترابيزة بتتقلب completely. لو ده بيحصل وبيحصل بشكل متكرر، ده بالنسبة لي هيبقى red flag، لإنه قلب الترابيزة ده من أساليب الmanipulation في العلاقات، ومش من أول حاجة هنحس إن في manipulation كده خلاص هنحكم على الشخص ده إن هو manipulative، يعني إن هو متلاعب بيتلاعب بيّا يعني، أو هاحكم على العلاقة دي إن هي علاقة مؤذية هانهيها أو هاخد منها موقف. ولكن لو شُفت حاجة ممكن تبقى red flag بس هاخد بالي منها، يعني هابقى مركّزة كده فيها شوية، وابتدي بس أفتّح عيني، ابتدي يبقى عندي شوية وعي أكتر لإيه اللي بيحصل حواليّا، إيه اللي بيحصل في العلاقة دي، وابتدي أشوف لو في علامات تانية، لو في حاجات تانية بتتكرر كتير، والحاجات دي كمان ممكن تكون red flags تانية. وساعتها لو في red flags متكررة، أو يعني red flags عديدة أكتر من واحدة، وكل واحدة فيهم بتتكرر كتير، يبقى هنا لازم أقف ولازم أعيد تقييم العلاقة دي.